وسهلا فيكم في حلقة جديدة على قناة فامي ميس على اليوتيوب. أهلا لين. مرحبا. هلا يا لين رح ننتقل للعصير الثاني معنا لليوم واللي هو عصير التمر. بنشوف ايش المكونات اللي معنا اليوم. لوز مطحون، تمر معجون، فانيلا، حليب. المكونات هاي غنية ومفيدة كتير، ولما ناخدها على ساعة الإفطار دغري بتعطينا نشاط وحيوية. فخلينا نشوف كيف بدنا نعمل عصير التمر. اوكي. لين رح تساعدني وتضيف المكونات. اول اشي يا لين رح نحتاج كاسة من الحليب نحطها في الخلاط. اها. في عنا فانيلا، بدنا معلقة صغيرة من الفانيلا. ايوه. وهلا في عنا زي ما انت شايفة معجون التمر. طبعا اذا ما كان متوفر عندكم معجون التمر ممكن تستعملوا التمر العادي، بس لازم نختار نوعيه تكون ايش طريه من التمر الطري، ما نختار التمر اللي بيكون ناشف او جاف. فهلا رح نحط تقريبا معلقتين كبار من التمر المطحون لحتى وصفتنا تكون اغنى ومفيده اكثر وطعمها مميز. رح نزيد عليها لوز مطحون. اللوز المطحون. طبعا اللوز المطحون شو هو يعني؟ اللوز المطحون هو عبارة عن اللوز العادي اللي بنستخدمه في الطبخ، ولكن طحناه ناعم كتير فصار زي البودرة زي ما انتم شايفين. اوكي. وهلا لحتى نغلي العصير تاعنا رح نضيف يا لين معلقة من هذا اللوز على عصيرنا. ايوه. طبعا اللوز المطحون بيستخدموه كثير في بلاد المغرب العربي، بس يمكن عندنا مش معروفه كثير، ومن جديد عم بيدخل في الوصفات وفعلا انه رائع طعما وفائدة. هلا رح نخلط عصير التمر. هيك بنكون خلطنا عصير التمر، وهلا حنصبه بالكاسه لانه جاهز. يلا صبي لنا يا يالين الكاسه. ريحته كثير زاكيه. ريحته زاكيه، ريحه الفانيلا كثير زاكيه. طعم. زي ما انتم شايفين صار عصير التمر معنا جاهز. مكوناته هي تمر، فانيلا، لوز مطحون وحليب. طبعا ما في داعي انه نضيف سكر لانه حلاوته رح ياخذها من التمر، فهيك صار جاهز معنا. رح نزينه بحبة تمر صغيرة، رح نفتحها ونزيل منها نواه التمر ونحطها بهالطريقة بالكوي على جنب الكاسة. هيك صار جاهز معنا.